الزنزانة دي مسكونة. ده اللي بيهمس بيه المساجين كلهم هنا. الكل هنا في قمة الانضباط عشان ما يتعاقبش، لأن العقاب هنا بيكون 3 أيام انفرادي في زنزانة الجحيم. من كتر الكلام المخيف اللي اتقال عنها بقى الكل بيتحاشى إنه حتى يقرب منها. بس أنا بقى قدري كان واقف مستنيني جوه الزنزانة، واتكتب عليا الهلاك جوه الزنزانة دي. أهلا بيكم متابعين. معانا النهاردة قصة جديدة من قصص الكاتب المتألق دائما أحمد محمود شرقاوي. أتمنى من الله إن انتوا تستمتعوا بيها النهاردة إن شاء الله. ما تنسوش دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير، ويا ريت لو ما اشتركتوش وأول مرة تشوفوا قناتي يسعدني ويشرفني اشتراككم وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل ما هو جديد. ودلوقتي يلا بينا نسمع مع بعض أحداث القصة. إحساس إنك اندفنت وإنت حي صعب جدا. جربت الإحساس ده قبل كده؟ هو ده بقى إحساسي وأنا راكب عربية الترحيلات ومترحل للسجن. بتحس إنك جوه قبر بيترحل بيك ورايح ناحية الجحيم، نسخة مصغرة من الموت والقبر اللي بينقلك ناحية الآخرة. وأنا واحد محكوم عليه ب10 سنين سجن، يعني يا عالم هشوف الدنيا تاني ولا لأ. بصيت من الشباك الصغير لعربية الترحيلات وكأني بودع الدنيا باللي فيها، وكأني على خشبة الموت ورايح للقبر. حياتي انتهت، أو ما تبقى منها هعيشه في عذاب. والله أعلم بعد عذاب السجن في عذاب أكبر ولا لأ. وصلنا للسجن ونزلنا من العربية، قابلنا المأمور وكان ظابط وعرفنا باللوائح السجن وقوانينه، وبعدها وزعونا على العنابر. ومن أول ما دخلت العنبر شفت العيون اللي كلها شر، عرفت إني هدفع التمن غالي قوي. وبدأت الحياة تكشف عن وشها التاني، أشغال طول النهار وأكل بالمواعيد ونوم بالمواعيد. حياة قاسية جدا تدمر أي قلب وتحولك لمسخ يدوب بياكل وبيشرب بس. للأسف الأفلام كشفت كتير عن حياة السجون، لأن كل عنبر وله كبير، وحياة السجن نفسها ليها كبير. بعد أيام من الصمت بدأت احتكاكات من المساجين عشان يعرفوا لوني ايه، عشان يشوفوني يعني أسمع الكلام ولا لأ. لقيت نفسي في يوم الصبح متوزع نظافة حمامات، ولقيت نفسي ماسك فرشة حمام والمنظف وبنظف الحمامات بتاعت السجن كله. حسيت بإهانة رهيبة وأنا قاعد على ركبي وبنظف حمامات قذرة البهايم نفسها تقرف تدخلها. يوم كامل شفت فيه المر عشان أخلص على المغرب وأدخل على العنبر ميت من التعب. بس قبل ما أدخل على سريري لقيت كبير العنبر بيقول لي: نبطش الحمام بينظف العنبر كمان يا حيلتها. وقتها بصيت له بغضب، شفت في عينه ترقب. كان مستنيني بفارغ الصبر اعترض علشان يثبت ليا انه كبير العنبر. وغصب عني نظفت العنبر كله قبل ما المساجين يناموا. صحيت من النوم جسمي متكسر مش قادر، وفوجئت اني متوزع برضو نظافة حمامات. وقتها بصيت لكبير العنبر اللي هو مسؤول عن توزيع المساجين بغضب وقلت له: على فكرة مش هينفع كده، أنا واخد يومين ورا بعض نظافة حمامات. ساعتها بصيلي كده ببرود وقال: هو ده اللي عندي بقى. كتمت غيظي بالعافية وقضيت يوم سيء جدا في نظافة الحمامات اللي تقريبا بتبوظ بعد دخول المساجين فيها بعد الفطار بس. وقضيت وقت صعب جدا جدا ما بين تنظيف ومسح وشيل القاذورات. وعلى آخر يوم رجعت العنبر ولقيت الكبير بيبصلي ببرود:
فهمت طبعا هو عايز ايه. فهمت ان انا لازم انضف برضه العنبر قبل ما انام، وبقيت بالنار اني اثور فيه، ونار اني مش عايز ابدأ ايامي هنا بالعداوات مع حد. وجبت المكنسة وبدأت اكنس وانضف فعلا العنبر، وبعدها اترميت على السرير زي القتيل. بس قبل ما اروح في النوم صحيت مخضوض لما لقيت راجل عجوز بيصحيني وبيكتب نفسي. بصيت له بخوف علشان الاقيه يحط صباعه على بقي، بمعنى يعني ان اسكت عشان محدش يسمعني. ولقيته بيقرب مني وبيقول لي: خش، وإياك تعمل نفس، ما تعملش أي مشاكل هنا، لأنك مش حمل الزنزانة الانفرادي يا ابني، انت فاهمني؟ قال لي الكلمتين دول وبعدها رجع لسريره واتغطى واختفى من قدام عيني. قلت في نفسي: هي ناقصاك انت كمان ولا ناقصة جنانك على المسا؟ وقمت متلكفت ونايم. صحيت في نوبة الصحيان وكانت الصدمة توزيع نظافة حمامات لتالت مرة. وقتها بقى بصراحة ما قدرتش اتملك أعصابي ورحت زعقت في كبير العنبر. لمحت بطرف عين الراجل العجوز وشفت في عينه تحذير كبير، بس أنا بصراحة كنت ساير، كنت غضبان. وبعد كده لقيت كبير العنبر واقف قدامي وقلت له: هو مفيش غيري في العنبر القذر ده عشان كل يوم أنضف الحمامات؟ لقيت كبير العنبر وكان اسمه فتحي بصلي بغضب وقال لي: مفيش غير وش أمك ده اللي ينفع ينضف الحمامات هنا يا حيلتها. الكلمة فورت دم. مع الضغط النفسي والتعب لقيت نفسي بهجم عليه بكل قوتي وبضربه، بس على مين؟ في أقل من لحظة كنت متكتف من 3 وهو نزل فيا ضرب بكوعه وقبضته بكل عنف، لدرجة إن حسيت بطعم الدم في بقي. شفت سناني قدام عيني بتتكسر، عيني زغللت لما نزل عليا بقبضة إيده، وبطني صرخت من الضربة اللي خدتها من ركبه. كان ضخم ومفتري، كان ناقص بس يكسر عظمي عشان العلقة بصراحة تكون كملت. في اللحظة دي دخل ضابط مسؤول واتكلم بغضب وقال: ايه اللي بيحصل هنا ده يا فتحي؟ لقيت فتحي ادعى البراءة وقال: ده الواد الجديد عامل مشاكل واتخانق مع شوقي يا باشا. وبص الواحد جنبه وقال: صح يا واد يا شوقي؟ ساعتها لقيت شوقي بيقول بخضوع: حاصل يا باشا. راح الضابط منادي على الشاويش وقال له: خد شوقي والواد الجديد على الانفرادي عشان يتعلموا الأدب. وقتها شفت في عين شوقي نظرة رعب عشان يتكلم فتحي بعد ما الضابط مشي، ولقيته بيقول: شوقي بتاعنا يا شاويش، شاويش عبد المعطي، متدخلوش الزنزانة إياها، ها وهرضيك. وفي وسط ما هو دمي بينزل من مناخيري فهمت إني هترمي في الزنزانة اللي حذرني منها الراجل العجوز. مسكني 2 عساكر وسحبوني ورا الشاويش في ممر ضيق. نزلنا سلم لتحت وفتحوا باب حديد عشان ألقى نفسي في مكان شبيه بالكهف. على يميني وشمالي أبواب حديد، أبواب صغيرة خالص، فتحوا منها باب وحطوا فيها شوقي اللي اتدبس في الموضوع بتاع الخناقة كده ظلم، وسحبوني أنا بقى لحد آخر الممر. فتحوا باب ورموني جواه وقفلوه تاني. لقيت نفسي في زنزانة صغيرة ضيقة قوي كأنها تابوت، حيطانها سودة ومتخربشة، فيها حصيرة صغيرة بس، هي دي كل محتوياتها. قعدت على الحصيرة صعبان عليا نفسي قوي، بقى غلطة بسيطة تضيع عمري كله. يا ريتني ما عملت حاجة يوميها. مددت على الحصيرة وتنيت ركبتي عشان الزنزانة أضيق من إنها تستوعبني وأنا ممد. غمضت عيني وحاولت أنام، وفعلا بدأت أغفل، ولما غفلت شوية بس وأنا نايم سمعت صوت حد بيهمس جوه وداني، همسات غريبة قوي وكأنها واقع، وكأني وقعت في دوامة غريبة. الهمس بيجي من كل مكان،
بعدها بدأ جسمي يبرد قوي وكأني جوه تلاجة أو مشرحة. وفي قلب الدوامة دي شفت واحد عينه بيضة قوي بيهجم عليا وبيصرخ. قمت اتنفضت من نومي وأنا قلبي بيدق بعنف. فضلت أتنفس بالعافية، جسمي كله حرفيا كان بيترعش من البرد اللي نزل عليه زي الرصاص. وقتها كنا بالليل والزنزانة مظلمة، الباب سدد أي شعاع نور يدخل ليا. سمع صوت حاجة بتخربش في الحيطة قصادي، بيني وبينها مفيش متر ونص تقريبا. كشيت في جسمي وفي ركن الزنزانة اتكوعت على بعضي، وقلبي فضل يدق بعنف. بتمنى يكون فار أو حشرة لأن الصوت كان واضح أوي. بس بدأت أحس بصوابع بتلمس رجلي من تحت. جسمي أشعر أكتر وأكتر وانكمشت على نفسي وأنا بتكلم بصوت مرعوب. مين؟ مين اللي هنا؟ رد عليا، مين معايا هنا في الزنزانة؟ بس الصوابع لمست رجلي من تاني واتنفض جسمي كله مرة تانية، وحسيت برعب رهيب بينهش في جسمي كله. بعدها بدأ صوت حد بيشهق بيوصلني وكأن حد في سكرات الموت. وتحس بعد الشهقة ديت إن الموت مش عايز يخلص منه، وإن روحه ماسكة في الجسد ورافضة تخرج. جسمي انكمش أكتر وبقيت أتنفض أكتر زي العيل الصغير، خاصة إني حسيت بحد بيتنفس قدامي وشه في وشي في الضلمة اللي أنا فيها دي، وبيتنفس بصوت عالي. كنت مشلول مش قادر أصرخ، بردان مش قادر أقف مكاني حتى. بعدها شفت عينين منورة في قلب ضلمة الزنزانة، عينين بيضة مرعبة كانت بتبصلي بثبات مخيف. جسمه كان عمال يتلوى وكأنه في حالة صرع. لساني اتعقد، شفايفي انطبقت على بعض، شعر جسمي كله وقف ودراعاتي اتلوت بطريقة عجيبة. وفضلت أبص للعينين دي لحد ما قربت مني، بقت قدام عينيا بالظبط. ورغم إن الزنزانة ضلمة كحل، شفت وش أزرق ومنفوخ بطريقة مرعبة. شفته قدام وشي على طول. وقتها بس ما قدرتش أقوم ووقعت من طولي فاقد الوعي. صحيت وأنا حاسس إني بموت. كان باب الزنزانة اتفتح وعسكري تاني غير الأولاني دخل علشان يخرجني. ما كنتش قادر أقف أهمس حتى. دخلت العنبر زي القتيل، وقعت من طولي على السرير. وقتها شفت ساعتها الراجل العجوز إياه قرب مني بعد ما العنبر فضي، واستأذن العسكري ودخل. وأول ما شافني شهق، بصيت له بعينين زايغة عشان يطلع مراية صغيرة من جيبه ويوريني نفسي. عارفين أنا كنت عامل إزاي ساعتها؟ أنا صعقت لما شفت شعري اللي كله بيض وجلدي اللي كرمش، كأني كبرت 40 سنة دفعة واحدة. مسكته من إيده وبصيت في عينيه وقلت: احكيلي انت عارف ايه؟ بصلي بشفقة وخد نفس عميق وقال: الزنزانة دي كانت للعقاب زي أي زنزانة انفرادي، لحد ما جه ظابط اسمه طلال السجان. كان ظابط مفتري بحق وحقيقي، لدرجة إن فيه مسجون عمل شغب كبير، فخدوا الظابط طلال للزنزانة دي وفضل يضرب فيه لحد ما قتل. الراجل اللي مات ده كان داخل السجن بريء، وكلنا هنا المساجين يعني بنعرف مين فينا البريء ومين لأ. وقتها اتحاكم الظابط طلال واتفصل من خدمته، واتحكم عليه بالسجن في نفس السجن ده. وكأن يا ابن الزنزانة فضلت تناديه لأنه بقى شرس جدا، وعمل 1000 مشكلة لحد ما اترمى في الانفرادي في نفس الزنزانة. تاني يوم سمعنا إنه مات جواها، واتقال إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
بس المخيف بعدها إن كل مسجون كان بيدخل الزنزانة دي كان بيخرج وهو فاقد عقله، مجنون. وبعضهم كان بيكمل، وبعضهم كان بيفضل زي التايه وبيفتعل مشاكل عشان يرجع الزنزانة تاني، ونلقاه بعدها ميت بنفس طريقة الظابط طلال. أنا بس يا ابني اللي عرفته ليه الناس بتخرج منها وما بترجعش، وليه الناس بترجعها وبتموت. وده يا ابني عشان معانا هنا ناس قتلت، وكل اللي دخل السجن في قتل بيدخل الزنزانة دي مرة ويخرج تايه، يخرج مجنون، ولازم يعمل مشاكل عشان يرجعها تاني ويموت، وكأنها غرفة إعدام للقتل بقوانينها الخاصة. ولما مات فيها 3 اتقفلت خالص. بس المأمور بقى يا ابني الجديد لما رجع ما صدقش حكاية العفاريت دي، فتحها من تاني. وانت أول واحد يدخلها يا ابني، انت أول واحد بعد ما اتفتحت. ألا قولي، انت جاي في ايه هنا؟ ساعتها بصيت له برعب الكون كله وقلت له أنا اغتصبت واحدة، ولما أخوها اتخانق معايا قتلته، بس دفعت فلوس كتيرة قوي، والمحامي لقى ثغرات، ولما اتحكم عليا بالإعدام في الجلسة الأولى الحكم اتنقض وخدت 10 سنين. وقتها الراجل العجوز رجع بزعر لورا ولقيته بيقول لي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فضل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بعد ما بصلي قوي وسابني ومشي. اسمحوا لي أكمل لكم أنا بقى بقية القصة. أنا ظابط السجن الجديد. المسجون الجديد فضل حالته تسوء أكتر وأكتر. كان بيقوم من النوم يصرخ ويقول مش هقدر أجي، مش هقدر. عرضناه عندنا على دكتور السجن، واتقال إن حالته كانت الحمد لله مستقرة. بس أنا كنت عارف إن الزنزانة بتناديه وإنه لازم يلبي الندى. كان بيعجز، كان بيتحول لمسخ مخيف، لحد ما في يوم هاجم فتحي لما أمره ينظف العنبر. وقتها محدش كان قادر أبدا يمسكه عشان يبعد عن فتحي، وكأنه اتحول لوحش مفترس. ولولا إن العساكر مسكوه كان زمانه فعلا قتل فتحي. ووصل الموضوع للمأمور، لأن فتحي كان هيموت تقريبا. وأمر المأمور إن المسجون يترمي في الانفرادي، وهو اللي طلب من العسكري يدخله الزنزانة إياها. تاني يوم بس سمعنا إنه مات. العسكري حكالي وقال لي إنهم لقوه متخشب وجسمه أزرق وعينه جحظة، وكأنها هتخرج من مكانها. وعرفت إن الزنزانة نفذت حكمها عليه، وكأنها بقت محكمة من عالم تاني بتنفذ حكمها في القاتل. مش عارف إذا كنت أدعيله بالرحمة ولا أعمل إيه. لكن لازم نتذكر قول الله تعالى اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. لحد هنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقة النهاردة. شكرا، كل الشكر كاتب أحداث الحلقة الكاتب أحمد محمود شرقاوي. أتمنى منكم دعمكم للقناة وللحلقة بلايك وكومنت وشير علشان أظهر أكتر في محركات البحث على اليوتيوب. وهكون سعيدة جدا لو اشتركتم في القناة لو أول مرة تشوفوها، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني إشعار دايما بكل ما هو جديد. ولحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين.